العربيه والاسلاميه ستشهد موجه صقيع عاليه جدا. العكس بقى الصيف هيكون يابس شديد القيظ والحراره. عندما يدخل العام الجديد يوم الجمعه فبالتالي بيحدث موت في الاطفال الذكور في منطقه بابل او العراق اللي هي العراق حاليا. تمام. ويكون بارض جنوب روسيا من ناحيه تركيا حروب ومواجهات ارمينيا واذربيجان. الربع الاخير من الربع الاول من العام زي ما بنقول ايه سيحدث خلال العام الجديد ايضا 2016. الربع الاول ارجع تاني اقول النص الاول من العام في الجزء الاولاني سيشهد طبعا في احداث ساخنه على مستوى مصر والدول العربيه والعالم عامه، لكن الاحداث ستكون اكثر سخونه واشتعالا في النصف الثاني من العام على مستوى مصر والدول العربيه والعالميه. سيحدث خلال العام الجديد كسوفين للشمس وخسوفين للقمر. الكسوف الاول يبقى كسوف كل للشمس في 9 مارس 2016 برج الحوت. الكسوف الجزء الثاني كسوف جزء للشمس في 1 سبتمبر 2016 برج العذراء. ثالثا خسوف جزء للقمر في 23 مارس 2016 برج العذراء. خسوف جزء للقمر في 17 سبتمبر 2016 برج الحوت. وبالتالي هنلاقي ان اغلب الكسوفات والخسوفات في البرجين دول الابراج بتحكم دول كما تحكم طوالع مواليد، يعني الناس الدول لها مواليد كما الناس، والعذراء بيحكمون بعض الدول. الحوت بيحكم تحديدا منطقه الاسكندريه. كل بلد لها حاجه بتحكمها دول او بلاد، وبالتالي انا قلت قبل كده وقت الاسكندريه وحصل، وبالتالي فان هناك احداث ستطال الاسكندريه خاصه في تسونامي في البحر المتوسط فعلا سيروك الاسكندريه الفتره القادمه، وفي احداث مؤسفه. اضافه ان برج العذراء بيحكم بعض المناطق مثل شبه الجزيره العربيه اللي هي السعوديه، وبالتالي فهناك في احداث زي ما انا جاي في توقعات للسعوديه وكده. دي مقدمه عامه للابراج وللسياسه والاقتصاد. لو دخلنا طبعا انا هخلي توقعات الابراج الاخر، لكن ندخل على طول على انا عايز بس اصدر الاول توقعات قبل ما ادخل التوقعات اللي تحققت 2015. هذه توقعات خلال السنوات السابقه ومثبته في وسائل الاعلام، لكن انا هركز على التوقعات اللي حدثت في 2015 تحديدا. هجوم ارهابي على كنيسه الاباء بالاسكندريه ليله القدر تحديدا اجت 27 من رمضان، استقاله مرتضى منصور وعدوله عن الاستقاله، واخيرا محاوله انقلابيه في مصر قلتها وحدثت اللي هي قضيه الصحفي حسام بهجت. يوجد حاليا بعض النقط التي تحاكم، طبعا كل حاجه ما بتوصلش عليها الاضواء، لكن ده توقع حدث فعلا، والامر ده في يعني يحكمه في السر بعد الرتب التي حاولت الانقلاب على المشيع عبد الفتاح السيسي. طبعا لو دخلنا على توقعات العالم السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه هخليكم برضه متشوقين اكتر، هبدا من الاخر برضه مش هدخل على النص الاول. على مستوى الدول العربيه والشرق الاوسطيه، طبعا انا كنت اول ما اتوقع ان الحرب العالميه الثالثه سيكون مبتداها اولا بدخول داعش المنطقه، ثانيا مع الخسوف الكلي للقمر في 28 سبتمبر الماضي، وبالفعل 28 سبتمبر تحديدا صدرت توقعات في وسائل الاعلام لان روسيا دخلت في طلعات في فرنسا وبدات الحرب على داعش من خلال تواجد سوريا. العام الجديد الحرب العالميه الثالثه مستمره، هناك تدخلات من قوى عظمى اخرى، الصين، حزب الله، ايران، العراق، امريكا، الدول الغربيه سيدخل في سوريا جنب مع سوريا روسيا. في اتوقع خسائر متواليه لجيش بشار الاسد الذي سيتم اغتياله لاحقا على يد احد اقاربه العلويين ويخلفه العماد مناف طلاس القابع في فرنسا حاليا. يجلس الغرماء على طاوله المفاوضات في اليمن ويتم الاتفاق على تقسيم اليمن الى دويلات وللحوثيين نصيب من الكعكه اليمنيه. توقع العام الجديد 2016 تدخل روسي في العراق ضد مواقع داعش. التحالف الروسي انا قلت قبل كده واول ما وتوقعها هيحصل، التحالف الروسي سيفشل من خلال جميع الدول الداخله في التحالف، سيفشل في سوريا ويخرج من الشام قريبا يبدو الزياده الخيبه بعد هزائمه المتواليه، وخصوصا بعد فتح جبهه اوكرانيا تقريبا. انا قلت العام اللي فات بعد 11 سبتمبر سنه الحرب العالميه الثالثه بشقين بجبهتين، الاول في سوريا والثانيه في اوكرانيا. سوريا حصلت، الجبهه الثانيه هيحاولوا الغرب لجوب روسيا، يلفت نظر انتباهه، وبالتالي العام الجديد 2016 سيتم فتح الجبهه الاوكرانيه من خلال ثورات الجيش الروسي هيتدخل، وبالتالي يسيب المنطقه يعني الشام او سوريا. انتشار العديد من الامراض والاوبئه والطواعين في العالم. الامطار، دوله الالعاب الاولمبيه اللي هي في ريو دي جانيرو والبرازيل العام الجديد الامطار ستعطلها لفتره من الوقت. استفتاء العام الجديد على بقاء الاتحاد الاوروبي من عدمه. اول نيران تشتعل في مبنى هولندي تاريخي العام الجديد. فيضانات بجنوب انجلترا، موجه جديده للاجئين بشرق اوروبا، الشغب ضد الاسلام يغزو اوروبا وطرد الكثير من المسلمين خارج الحدود الاوروبيه العام الجديد. تركيا تغزو المناطق الكرديه العام الجديد، انهيار العمله الصينيه، زلزال بالهند ويتسبب في تسونامي في المحيط الهندي، حوادث تطال المناجم حول العالم،
مفاجاه الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، كنت متوقع ان توفيق الرئاسه جيب بوش من الطرف الجمهوري وهيلاري كلينتون من الطرف الديمقراطي. في اخر لحظه العمليه دي ماشيه، هيحصل كارت، هيتقلب الايه 180 درجه، فجاه بعد ما هيلاري كلينتون مرشحا للحزب الديمقراطي الاقرب للفوز ستنقلب الايه لمصلحه المرشح الجمهوري. بعدها باسبوع اسبوعين سينهار الدولار قدم مستوياته من اجل اصدار العمله العالميه الموحده هي البيتكوين او الدينار الذهبي الاسود. التدخل الرابع الامريكي في العراق عام 2003 سيتكرر العام الجديد زي ما امريكا تدخلت في العراق 2013 سيتكرر العام الجديد في بعض الدول العربيه. شاب شوارع بين التنظيمات الاسلاميه والامن والمواطنين الروس بسبب احداث روسيا. فيضانات اوروبيه. وقع مؤتمر دولي على اراضي احد الدول الاوروبيه ساعد الحقيقه ينطبق عليه المثل اعداء الامس اصدقاء اليوم. لبنان انا قلت لك الكويت يشترط عليها الشيعة فيما بعد، لبنان فيما بعد يشترط عليها الدروز اللي هم وليد جنبلاط. الدروزيين سيتسلطون على لبنان تماما مع بعض الاقليات المسيحيه وتهميش الطوائف الاسلاميه. عودة احداث 1987 اعتصامات واضطرابات العام الجديد بلبنان او بقى في لبنان بسبب حشرات تحديدا وقوارض تغزو بيروت وما حولها. الاشهر اغسطس وسبتمبر واكتوبر خطره جدا على الصعيد الامني اللبناني. مصر، بس قبل مصر كده زحل اللي بيحكم العالم. زحل لا، العام الجديد بيحكمه الزهراء، العام الجديد عامة، لأن الجمعة بيدخلوا، لو كان السبت كان حكمه زحل، الخميس كان بيحكمه المشترك، لكن ده مش مقياس، ده بيدي دلالة عامة على السمات، بعض السمات اللي بتحدث في العالم، لكن احنا دلوقتي داخلين في حروب اسمها حروب الجيل الرابع والخامس اللي هي ترابط الطقس والكيمتر والهارب والحاجات دي كلها. الحاجات دي ما عادش قواعد أساسية، لكن دي قواعد يعني دي قواعد المفروض اسطمبة كده جداول، هيدخل كذا هيحصل كذا، لكن دي قابلة للتغيير بنسبة 20% وليس 100%. ده هيحصل في مصر. تمام. بالنسبه للاحداث في مصر، طبعا انا توقعت ان البرلمان القادم ستستكمل مصر خريطه الطريق من خلال الخطوه الثالثه خلال المجلس القادم، لكن من خلال مجلس الشعب، ولذا اتوقع تغيير اسمه الى مجلس الامه كما ايام عبد الناصر. لكن اتوقع العام الجديد حل مجلس الشعب بسبب المشروع التحسيس سيتم حله بسبب دواعي داخليه وسياسيه واقتصاديه وعسكريه، لان العام الجديد المشروع التحسيسي والجيش المصري سيرسل بعض كتائب وحدات الجيش المصري الى سوريا التي انا قلت لك ضمن التحالف الروسي سيفشل. الكتائب المصريه دي هتتهزم، هتفشل هناك، وبالتالي ستتجرأ داعش وهتدخل سيناء بمساعده اسرائيل وعن طريق الاردن وبمساعده حماس. لا يعني احنا عندنا الكلام ده قلته قبل كده، يعني مش انجليزي، دي توقعاتي انا قلتها على وسائل الاعلام. بس هي الفكره ان كده احنا يعني ده كده مصر حاجه لسه ما كملتش، لا ما قلت اللي هيحصل بامانه اللي انا بقوله ماشي، والايام تثبت صدق ده. انا قلت لكم هتعملوا. لا احنا مش بنقص على فكره حاجه. لا ما انا بقول لك الكلام ده، بقول لك ما كان ده صف ليكم وهيحصل. تمام. مش عايزين دي حاجه ترجع لكم. انا بقول لك لكن الكلام ده على مسؤوليتي وتوقعاتي. تمام. وعشان كده انا بجيبها يعني ايه بطريقه مؤلفه، بقول سيتم هزيمه التحالف الروسي بتشكيلاته. لكن فعلا الكتائب والوحدات سيتم هزيمتها، وبالتالي داعش ستتجرأ، هتقوم داخله سيناء، خلاص بقى هتفرض عضلات، احنا هزمنا مش عارف ايه، هزمنا الجيش المصري وهزمنا التحالف الروسي، لان فعلا روسيا هتتهزم وهتخش نهايتها بقى الحته الحلوه بقى اللي هو على ايدين الجيش المصري في سيناء. داعش هتخش سيناء ونهايتها على ايدين الجيش المصري. طبعا الخليفه ابو بكر البغدادي يعني هي هتخش سيناء وهيتم هزيمتها في سيناء. بالظبط كده. الخليفه ابو بكر البغدادي سيتم اغتياله العام الجديد وسيخلفه ابو مصعب او الذي يبتدئ اسمه بحرف العين، ولكن تنظيم داعش قاعد شويه معانا لحد 2018 2019، لكن الخليفه بتاعه سيتم اغتياله العام الجديد. السد العالي المصري يتوقع عمليات ارهابيه تطال السد العالي المصري العام الجديد، والسد العالي المصري يتصدر منشطات الاخبار والى الواجهه وقواعد روسيه سوفيتيه وتدخلات روسيه كما في الخمسينات والستينات. اتوقع قواعد عسكريه امريكيه في سيناء وتدخلات اوروبيه امميه. السيسي في العام الجديد المشروع بتاع السيسي يشاهد انا شايفه في الزيارات الى ايران والزياره الى روسيا والزياره في السعوديه لحدث هام، وايضا سيتقابل مع بشار الاسد قبل تنحيه الاخير اللي هو بشار الاسد وقبل اغتياله. تهديدات متبادله العام الجديد بين مصر وقطر، وقد تشن مصر عمليات عسكريه بعيده المدى على الاراضي القطريه. انا قلت السيسي يزور روسيا خلاص، داعش على ارض سيناء بعد هزيمه الكتائب وحدات الجيش المصري. روسيا ولا سوريا؟ الاثنين، روسيا وسوريا وايران والسعوديه، هيزور الاربعه. روسيا وسوريا يجتمع بشار الاسد قبل تنحي الاخير وراحله واغتياله، والسعوديه الحدث هام، وايران.